تونس الان زاد ايضا اللي هي انسحابها قد يكون مفهوم. انا فقط حاجه واحده حبيت نسالك عليها بحكم خبرتك الرياضيه. البارح شفنا كلنا البيان اللي قدمته الجامعه التونسيه، بيان في علاقه بترشيح او ناس ترشح نفسها هي لتكون اطار فني، يعني كاستينج بلغه اخرى للمدرب. اول مره نسمعها انا، مع انه خبرتي في مجال الصحافه الرياضيه هكا صغيره، هي فقط انترفيوهات، ولكن اول مره اعتقد هذه تصير في العالم، انه يكون جامعه تقترح على انه ناس هي تقدم اقتراحات لتكون مدرب وطني. هذا فكرة الصورة هي نهار اللي نزلوا البارح، نزلوا لنا قرارات مكتب الجامعة الجديد. ماذا يحصل في الجامعة التونسية لكرة القدم؟ تعرف فما حاجات ساعات نقولوا احنا كونكور نتاع انتداب اعوان حراسه. عرفتوا مناظره الانتداب، مناظره. اي اوكي، هذا يرشح نفسه، معناها انا غدوه مانشيني ياخذ الحافله ومن بعد يطلع في المترو يمشي للمقر الاتحاد التونسي لكره القدم، يحط السي في نتاعو وبعد يرجع ياخذ ديشارج فيه ويرجع يقول انا وصلت قدمت ترشح. ما زلت فما اتحادات تشتغل بالشكل هذا. المفروض انت تعرف شو النقائص اللي عندك، المفروض انت عندك بروفايل نتاع مدرب تدور عليه، تعرف شنو البروفايل اللي حاجتك به اللي كرة القدم التونسيه، شنو مشكلتك، شنو اللي ناقصك انت تبحث عن مدرب، شنو المواصفات نتاعو اللي تحب عليهم انت. شنو احنا عاملين اغنيه لكل مستمع اللي يحب يجي يقدم ليه شفنا حتى اللجنه اللي اعلنوها وقالوا اللجنه هذه باش تدرس وفيها عدد من اللاعبين القدامى وعدد من كوادر كره القدم التونسيه، نصها انسحبت هي 3 انسحبوا. لا، ما هو شو المشكل؟ المشكل انه الجمهور عاوز كده. الجمهور شنو حابب نقيلوا للجهاز الفني، يلا نقيلوا حابب نجيبوا لاعبين قدامى ونستنجب خبراتهم، يعني نجيبوا. حابب انه نشوفوا حد للتحكيم وشخصيه معناها اللي تجتمع عليها الناس الكل، شخصيه مثل ناجي جويني وكل، اي اوكي يلا نجيبوا حاجه واحده. طيب الناس الكل قالت انه تغيير المنظومه ورحيل الاتحاد، علاش هذه الوحيده اللي ما تتعملش؟ وهذا السؤال يطرح نفسه صحيح. علاش عملتوا كل شيء؟ معناها شوف، مستعدين يقيلوا المدرب، مستعدين يقيلوا رئيس مش عارف شو، مستعدين يقيلوا الطبيب والمدلك ويقيلونا نحن الجمهور يبدلوا والجمهور يبدلوا الجمهور. المهم هم الكراسي نتاعهم ما تتشالش، مناصب